مصر كده الى الامام، مصر اتجهت الى الامام، مفيش الى الوراء تاني. لما راح الرئيس السيسي روسيا استقبلوا بوتين بسرب من الطيارات. الحلاوه دي قال اللي احنا فيه ده. امريكا اما تغلي، امريكا سايبه سوريا اما تضرب في بعضيها من زمان، وليبيا وما اتكلمتش وما اتدخلتش. اشمعنى تتدخل في العراق الايام دي؟ افهم. واوباما الزراط الكذاب قال ان احنا ما نقدرش نخش تاني بري العراق، يتذبح. خلاص امريكا كده في اتجاه الى الوجعان، ما يقدروش يعملوا حاجه. والاتحاد الاوروبي اتفق تدخل في ليبيا. هي دول الغرب كده عايزه شرق اوسط يتمحي من على الوجود بدون طاقه. واحنا كل يوم لسه عندنا ناس فصيل مغيب عايش في غيبوبه، مش عايز يفوق ان هو عايش في امان. تخريب وتكسير وضرب في براج الكهرباء وجنابل على السكه الحديد واجسام غريبه. مصر ماشيه في طريق الى الامام. الشعب المصري شغال في مشروع قناه السويس الجديده، ولسه المغيبين اما يتكلموا واما يعملوا مسيرات كدابه. فوقوا بقى، فوقوا بقى، حرام عليكم. الدوله دي لو وجعت انتوا عايزين توجعوها بس مش هتجع ابدا ابدا، عشان كل واحد يحط برطوشه في حنك ابوه. حرفوش من حرافيش النهضه اهو، اما لو وعيه كل يوم والتاني مش عايز يفهم. تقول ايه انت؟ تقول ايه؟ اقول هطلب من القضاء ان هم يفرجوا عن الرئيس محمد مرسي. ها يفرجوا عن مين؟ يفرجوا عن مين؟ انت لسه هتدور على محمد مرسي؟ غلبتوا البلد. قضاء مين يفرج عني؟ قضاء مين؟ يا اولاد الكلب انتوا مالكوش الضرب بالبرطوش. قضاء مين اللي يفرج عن محمد مرسي؟ تاني انت ترجع لهنا بتجيبه تاني؟ اوعى عايز يوقف. اوعى تقطع الجلابيه. محمد مرسي الجلابيه اتقطعت. عايزه تتقطع يا ابو محمد. تفرج عنه كيف؟ يعني انت لما تقول لي ليه